السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. النهاردة هتسمعوا حكاية اغرب من الخيال، برضو في سياق الطلاق والبلاوي اللي بتيجي من وراه. انا لو قعدت احكي عن الطلاق لوحده مش هخلص فيديوهات، عشان اثبت لكم بس ان ده مش خرابه، بس ده كوارث كوارث. والله بقول لبنتي او ابني اتمهل، اوعى تتسرع، اوعى تتسرع، عشان خاطر انت بعد ما اتجوزت او انت بعد ما اتجوزتي خلاص انت عايزه ايه تاني؟ مش يعني يعجبك لما تتجوز وعندك ابن مرمي في الشارع او مرمي عند ابوك وامك ومتمرر ومتطفلح؟ طب هتعمل ايه؟ مش هترتاحي، ما انت مش هترتاحي لو عندك دم، مش هترتاحي وابنك مرمي انت في احضان راجل جوزك. ما اعترضناش، وولادك الله اعلم بيحصل لهم ايه، ستهم زي الفل وشايلهم على راسها، بس امهم امك ست كبيره او صغيره برضو عندها اولاد تاني وعايزه تربيهم. مش هيبقوا احسن منك انتي، مش هيبقوا احسن منك انت. ما ترميش ولادك خساره، استحمل. ما انت اخترت ولازم تدفع الثمن، وانت اخترت ولازم تدفع الثمن. لازم تحافظوا على البيت عشان خاطر ولادكم. يعني انت لما خدتها ما كانتش على عجب عينك، وانت لما خدتيه ما كنتش موافقه بيه، اكيد كنتم، وحتى لو مش موافقين اتنيلوا على عينكم وكملوا المسيره. خلاص. يعني ما فيش احسن من اول بختك او اول بختك، والله ما في. خلاص، مهما كان وحش سيسيه حيليه. اتعلم الصبر عشان خاطر ولادك. ياما ناس، والله العظيم ياما ناس، وكان على اللمض الجاز مش على اللمض الكهرباء بتاع النهارده، جاست وعاشت عشان خاطر ولادها وطلعت ولادها دكاترة واستحملت العيشة. ونفس النظام على فكرة، مش الستات بس، وفي رجالة استحملت الستات عشان خاطر ولادها وجاست. على سبيل المثال، والله أعلم إني راجل، بسبب برضو النجار والجرف وشلت الهم اللي مراته شايلته له. طلقها وسابت له 7 عيال، 7 عيال، كل عيل فوق راس التاني، بدرجات تعليم مختلفة. الراجل هي جوزت وعاشت حياتها. ما مش كل الست بتضحي، لا لا لا، في رجالة بتضحي، في رجالة أصيلة. قعد على ولاده السبعة، 7 عيال، وكان هو موظف في السكة الحديد، يعني مرتبه زمان كان على جديه. الحياة كانت نسبة وتناسب، مش هنقول مثلا ما كانش، لا لا لا، كان بصوا عايش أقل من حجه. شوف 7 عيال لو رباهم، ال7 منهم مدرسين ومنهم مهندسين ومنهم دكاترة، يعني ما طلعش حد دبلوم، مع يعني اسف الدبلومات طبعا شهادات زي الفل. ما طلعش حد جاهل، ما طلعش حد صنايعي، مهندس دكتور مدرس. 7 عيال، الام تعجز عن ربايتهم، رباهم الراجل، فانا شبابه عليهم. ما انا مش لا، والست تحترم وزي الفل، بس في نماذج للرجال زي الفل، وبتشتري ولادها وبتضحي عشان ولادها. ده حاجات بسيطة، ده حاجات بسيطة. وست تاني جوزها مات، دي مش مطلقة، دي جوزها مات وعندها 6 عيال، والله على ما أقول شهيد، 6 عيال، 4 صبيان وبنتين، 4 صبيان أو 5 بنات، أو 5 صبيان وبنت تقريبا في الحدود دي. جوزها مات، كانوا صغيرين، وهو مات ويدوب وظيفته كانت صغيرة برضو قليلة. عاشت على ولادها وربت ولادها وطلعتهم أحسن تعليم، طلعتهم كلهم دكاترة بسم الله ما شاء الله. معلش، ما هي النماذج اللي قدامي هي كده، أنا لو حقيقة غير كده هقولها برضو. طلعتهم دكاترة ال6 بسم الله ما شاء الله. تعبت عليهم لدرجة انها كانت بتروح عند بتاع اللحمة وتاخد منه العظم الرفيع ده اللي بيتعمل عليه الخفيف ده، وتقول له يعني لو واحدة جارتها عايزة لحمة تروح تشتري كيلو او كيلو ونص، وتقول له اديني ب5 جنيه عظم، اديني مش عارفة ايه. يعني تعمل نفسها انها راحة تشتري، حول ولا قوة الا بالله، تعمل نفسها راحة تشتري لحمة. يا جيراني مثلا، يا اختي، يا عايزين حاجة اجيبها لكم، انا نازلة السوق. يا اختي طب معلش هتجل عليك، هاتي لي فرخة. يا اختي هاتي لي مش عارف. كانت عشان تجيب الحاجات دي تجيبها، ومن ورا الحاجات دي هي تشتري الحاجات اللي بتتكسف تقف تطالب بيها. يعني مثلا لو راحت تشتري مواسير، راحت تشتري عظم، الواحدة بتتكسف انها تشتري. ما تبصوش الايام دي الايام دي ما بناكلش حاجة خالص.
اللي بتروح تجيب مواسير وعبي دي غنية وبسم الله ما شاء الله. فكانت اللحمة لما كانت تجيب اللحمة اللي جيرانها لو لقطة ولا حاجة، تروح جايبة شوية عظم، تجيب شوية مش عارفة ايه، اجنحة شوية كذا، عشان تعملهم لعيالها. اتكافت على عيالها وطفحت المر والدم، ما دخلتش عليهم راجل غريب، جاست عليهم لغاية ما طلعتهم زي الفل. ونتيجة لانها كافحت عليهم، الله اكبر بسم الله، العيال لما كبرت صانوها وشالوها على دماغهم وحججوها وعملوا لها عمرة وخلوها أحسن أم في العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقابل ده كله في أمهات بترمي ولادها وما تعرفش عنها حاجة في الشوارع، المهم تعيش لنفسها. والنموذج ده نموذج قذر، لو ست أو راجل، نموذج قذر. كان موتك أو موتك أرحم، عشان تخلفي زي القطط والكلاب وترمي ابنك او بنتك، وانت نفس النظام ترمي ولادك عشان تروح شوف مصالحك ومزاجك. لا، ده انت كان موتك ارحم. ما احنا في كوارث بسبب ايه؟ ده الطلاق، ده الطلاق. وكم قصة انا مش هتكلم فيه تاني، خلاص كفاية. انا كنت عايزة اقول قصص تاني كتير جدا فيها، والله والله كتير، بس اتقوا الله في نفسكم. بصوا، الواحدة اتجوزت خلاص، هي جوازة ولا اكتر؟ اكتر من الموت، اعتبريه موت يا ستي، اعتبريه موت يا ست وعيشي. وانت يا استاذ اعتبره موت، ما تبصش وتبقى عينيك زي هنا وهنا. خدت السمرة عايز البيضة، خدت دي عايز دي، خدت رفيع عايز التخينة، ايه قلة الادب دي؟ وبتبقى معاك ست كاملة ومكملة، بسم الله ما شاء الله. وانت يا هانم جوزك زي الفل، يتحط على الجرح يطيب، تبص ليه لغيره؟ ليه؟ ايه قلة الادب وعلى العين الزيغة دي؟ اتقوا الله، اتقوا الله، خلي الدنيا تتعدل. ربنا يهدينا ويهديكم.